عشان المواضيع ما تكبرش ويبقى في مشاكل كبيرة وحجمها يكبر، إن حتى لو إحنا متجوزين في بيت العيلة فلازم يبقى عندنا خصوصية، لازم يبقى عاملين حدود بيننا وبين اللي حوالينا، مش عشان هم وحشين، بالعكس الحدود دي هتسمح لنا إن إحنا نتعامل بأريحية ويبقى بيننا علاقة كويسة، وتسمح لهم هم كمان إن هم يعيشوا علاقة كويسة. على فكرة الأب والأم لما بيوصلوا لسن معين هم بيبقوا خلاص مش قادرين يستحملوا اللي كانوا بيستحملوه وهم صغيرين. هم بيجوزوا ولادهم عشان عايزين يرتاحوا وعايزين استقلالية. فلما الأب يرجع يقول أنا مش مستحمل صوت الولاد، الأم كذلك، هم بيبقوا عايزين يحسوا بشوية من الخصوصية، مش انتوا بس. فالانفتاح ده بيأذيهم وبيأذيكم انتوا كمان. طيب نتعامل ازاي في بيت العيلة؟ نشوف بعض ونود بعض ويبقى زينا زي ما بنروح عند أهالينا. ننزل في وقت معين، ناكل مرة مع بعض في الأسبوع، مفيش مشكلة. لكن التداخل في الأكل وفي الشرب وفي المعيشة هو ده اللي بيخلق مشاكل.